بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم من قناة اكلات ويوميات اللي اول مرة اشوف فيديو ليا او قناة، يا ريت يشترك فضلا وليس امرا ويحط لي تعليق حلو كده وتعليق ودعوة حلوة من قلبكم. هنبتدي كده يا بنات، وروتين بقى النهاردة روتين جامد، وهنعمل كمان الفطار وهنعمل السحور. يبقى روتين من الفطار لغاية السحور، يعني روتين يوم كامل قضيته معاكم من ساعة ما صحينا من النوم، وعملنا حاجات كتير او مع بعض. كنت بقولكوا الاول كده ان الشقه متروقه والحمد لله نظيفه ومفيش مواعين في الحوض ولا في اي حاجه. واول ما صحيت يا بنات حطيت دوره غسيل في الغساله، وشفت بقى هعمل ايه. كان الزبادي اللي انا عملته في اول رمضان خلص، قلت اعمل زبادي تاني. جبت بقى شويه لبن وعملته. كنت عايزه اعمل صراحه بالفراوله، بس ما لقيتش جيلي عندي، وكمان ما لقيتش في الدكان اللي جنبنا يعني. جبت كيس كريم شانتيه بالفراوله، بس برضه ملونش، بس هو صراحه مديله طعم حلو، وكمان مديله قوام كده كريمي حلو قوي. حطيت بقى على دول ما شاء الله كانوا كميه لبن، يعني كان ما شاء الله حوالي 4 كيلو لبن. فعملت بقى ايه، جبت علبتين 2 زبادي من اللي هم الصغيرين دول. عايز احط علبه كبيره حطيها، وكمان كيس كريم شانتيه بالفراوله، او اي كريم شانتيه عندك، او اي حتى لو لبن بودره، لو او ايس كريم، اي حاجه يعني. بتديها قوام كده حلو جدا، وكمان طعم كريمي كده وطعمها حلو قوي. دوبت بقى كل الحاجات دي كلها في شويه لبن صغيرين، وبدات احطهم على اللبن واقلب، وهنبدا نصبها زي ما عملت معاكم قبل كده. بس التكايه اللي انا عملتها نباتي، حطيت كيس كريم شانتيه بالفراوله. ممكن تحطي اي نوع تاني انت عايزاه، او اي طعم تاني انت عايزاه. وابدا اصب في كوبايات، وحطيت برضو في الصينيه نصها ميه مغليه، وغطيتها بورق فويل، وحطيتها في فرن كان سخن قبل كده. وخلاص يا بنات، دي كان يومها سحرنا بيه بالليل، الحمد لله كان ما شاء الله طالع حلو جدا، وحطيته بقى في التلاجة. هنخش بقى عمال الفطار. وطبعا هنعمل النهارده بقى ما شاء الله كان اكل حلوه جدا، وبقى كتير قوي قوي ما عملتهاش. كنت عملت الباميه، كان بقى كتير قوي ما عملتش باميه يعني، فقلت اعملها بقى النهارده. كان عندي كنت جايبه كيس لحمه كده ب 200 جنيه، ما شاء الله اللحمه سعرها ما اقولكوش يعني، الحمد لله. وفي بقى طبعا اغلى، في ب 260 وفي ب 280، وفي ناس بتبيعها ب 300 جنيه، ما اعرفش في ايه بالظبط. المهم قلت اعمل يعني هعمل باللحمه ايه. قلت اعمل حله باميه كده حلوه باللحمه. عندنا كلنا بنحب الباميه، وكمان حتى عندي اولادي بيحبوها. وكانت ما شاء الله طعمها حلو، وريحتها ريحه الصلصه يا بنات والله العظيم كانت جايبه اخر شارع، كانت ريحتها حلوه جدا. هو كان فاضل كيس واحد باميه كنت مفرزاه في الفريزر، وده اللي انا عملته. خلاص تبلت البصلايه وملح وفلفل، وبقى البهارات بتاعتي الكزبره الناشفه وكمون، وحطيت عليهم بقى الصلصه اللي انا مفرزاها. وما شاء الله باركوا الباميه كانت ما شاء الله ما شاء الله جميله جدا، وخضره خالص ازاي، كانها لسه صبحه. والله العظيم يا بنات دي مفرزاها من الباميه بتاع السنه اللي فاتت، جميله جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. وكمان ما شاء الله ما خدش وقت في السوا جدا، ما فيش قلبتين 2 وكانت استوت معاه. كنت سلقه اللحمه بقى قبلها، يعني قلت عشان انجز في الوقت، انا خفت لا تاخد وقت ولا حاجه في السوا، بس ما شاء الله استوت بسرعه. انا كالعاده يعني، او عموما انا بحط بقلب اللحمه بتاعتي في البصله، واقوم حاطه عليها طماطم واحط عليها الخضار. بس النهارده خفت اللحمه تاخد معانا وقت في السوا. فخلاص بقى كده يا بنات، هي لحمه طبعا مستويه عندي خالص اهيت. فجبت يا دوبك هتقلب قلب بس واحده مع الباميه وخلاص، واطفي عليها. ما شاء الله كانت اللحمه طعمها سكر، وكانت اللحمه صغيره وكان طعمها حلو جدا. يا دوبك خدت قلبه فيه او غلوه كده في قلب الباميه، وهطفي عليها واسيبها. نعمل بقى شويه رز بشعريه كده حلوين، وطبق سلطه، والحمد لله يا رب فضل ونعمه من عند ربنا. كده خلاص بقى بنات، الشعريه بدات حمرتها اهيت. هحط بقى اغسل الرز، وبرده طبعا انا عامله في حله صغيره خالص، يعني عملت يجي نص كيلو رز عشان يقضي يا دوبك هو بس طقتها وخلاص، عشان مفيش حاجه تتبقى. بس طبعا اتبقى طبق رز، وكمان اتبقى باميه التاني يوم. عملتها سخنتها وسخنت الرز اللي فاضل، وكمان انا اكلت بالعيش، وجوزي كل بالعيش، وعيالي حتى كمان بيحبوا يغمسوها كده بالعيش. عصرنا بقى عليها ليمون. حطيت بقى يا بنات بقلب الرز اهوت عشان يشوحوا بس حلو مع بعضه.
كل ما تشوحي الرز مع الشعريه حلو على النار بتخليها بيبقى مفرفره معاكي وطعمها حلو. وملح بقى وبحط، بحب احط فلفل اسود مع الرز. في ناس كتير ما بتحطوش بس انا صراحه بيديها ريحه كده وطعم حلو، فبحط دايما فلفل اسود مع الرز وانا بشوحه. وكمان مع المكرونه كمان وبحمرها، اي حاجه انا بحط فلفل اسود في كل الاكل بتاعي. خلاص بقى يا بنات، سبت الرز يستوي على النار وطفيت على الباميه. نخش ايه ننشر بقى شويه الغسيل. كان خلاص يا بنات المغرب خلاص يعني ما شاء الله قرب جدا. خلاص يعني كده بوريكم حتى وقت الغروب اهوت، خلاص ما بقاش فيه شمس ولا حاجه. يا دوبك نشرت ونزلت ايه، حطينا الاكل تحت وقعدنا فطرنا. بعد ما فطرنا بقى يا بنات، كنا جايبين كده، كنت جايبه نص كيلو قطايف، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هعملها معاكم مره. العجينه بتاعتها كمان انا كنت عايزه اعملها بس صراحه ما قدرتش. فالبنات عندي كانوا عايزين قطايف، فباباهم جاب لهم كان بره يعني، وجاب لهم وهو جاي. قلت له ما تكترش عشان تبقى ساعتها وخلاص يعني، ما يبقاش لتاني يوم. ما شاء الله كانت حلوه جدا القطايف، كان طعمها حلو، كان طريه كمان بتقفل معاكي بسرعه. تحشيها بقى اي مكسرات عندك. كنت عندي بقى هنا جوز الهند، وكان عندي سوداني وزبيب. يعني مش لازم تتكلفي قوي في حكايه المكسرات دي، لان كلها كده 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 اصلا في قلب الحاجه يعني ما هيش باين. فعلا اللي عندك مشي بيتك ومشي بحياتك. دي بقى يا بنات كان عندي تمر، فقلت احشي كام واحده كده بالتمر. كان طعمها حلو جدا، بس هي يعني كانت طلعت مسكره، لان ما شاء الله التمر كان مسكر قوي. فانا قلت هجربها مره واعملها برضو حشاها بالتمر كده، بس مش هحطها في الشربات. كفايه هي طعمها حلو كده من غير حاجه. وكمان انا بحبها بقى يا بنات، يعني ممكن اعملها كده واكلها وهي نيه من غير ما اقليها في الزيت ولا حاجه، بيبقى طعمها حلو. مين بقى اللي بيحبها كده زي، اكيد في ناس كتير بتاكلها كده، بتحشيها وتاكلها محشيه جاهزه من غير يعني ما تقليها ولا تحطها في الشربات ولا حاجه، بيبقى طعمها حلو وريحتها كمان حلو. هشوف اكل الكميه وهبدا اقليها في الزيت عندي، مش عالي النار قوي عشان ما تنحرقش معاكي بسرعه. يعني نار متوسطه كده، وتقومي ايه، وهي زمان يعني كمان بتحب الزيت يكون كتير شويه عشان تتحمر معاكي من كل يمه. انا حطيت بقى في الحله صغيره شويه زيت كده نضاف، وكمان حطيتهم، بدات اقدحهم على النار او اسخن الزيت حلو على النار، وابدا انزل فيها بالقطايف. خدت لون كده من الجنب ده ومن الجنب ده، ونزلت بيها على الشربات على طول. الشربات بتاعي كوبايتين ميه، كوبايتين سكر، وكوبايه ميه، وعصره ليمونه. وبعد ما خلاص غلي واتعقدوا مع بعض، حطيت عليهم كيس فانيليا. كانت ريحتها حلوه جدا وطعمها كمان حلو، تستاهل كمان. بقوا تعالوا بقى يلا كل حاجه حلوه معانا كده. هنقليها بقى في الزيت، وزي ما انتم شايفين اللون بتاعها انت حسب ما انت عايزه. في ناس بتغمقها عن كده، في ناس بتفتحها عن كده، لكن ده لونها حلو كده، اللون ذهبي الفاتح ده الحلو. كانت مقرمشه قوي من بره، وكمان كان طعمها حلو وطريه من جوه، وكانت جميله. بنطلع من الزيت نحط في الشربات بتاعنا. الزيت يعني القطايف سخنه والشربات يكون بارد عشان ما تبقاش طريه قوي معاكي. عايزاها طريه يبقى الزيت الشربات بتاعك دافي كده او سخن شويه. لكن انا صراحه ما بحبهاش طريه خالص، ولا عندي كمان البنات بيحبوها طريه، بنحبها ناشفه ومقرمشه. هخلص بقى بقيه الكميه وهنروح نشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. وطبعا قلت لكم زي ما قلت لكم يا بنات، اليوم طويل من الفطار لغايه السحور. وكمان البنات عندي هزروا ولعبوا في الشارع كده، طبعا يعني هي اي نعم عاده مش حلوه بصراحه، انا زعقت لهم عليها، بس ايه، سبتهم يعني يلعبوا شويه زيهم زي غيرهم. هي اللعبه بقى بتاع الصواريخ والبومب والسلك بيولعوا كده. هي حلوه بس صراحه يعني مش حلوه. يعني حلوه ان هما بيبقوا فرحانين ويقعدوا يهيصوا كده مع البنات وكده في الشارع، بس مش حلوه لان السلك لو جه على عبايه مثلا كده او كده ممكن يحرقها. وهي فعلا جت على طرحه بنتي قامت حرقاها في ساعتها، وممكن يحرق اي حد ويلسع اي حد. يعني كان من كام يوم كده برضو شويه شباب بيلعبوا بالسلك ده، وربنا سترها والسلك كمان جه عليهم في كوتش عيل من العيال، سيحه النار مسكت فيه. فخلوا بالكم، على قد ما هي لعبة حلوة والبنات بيبقوا فرحانين ويجروا في الشارع، بس على قد ما هي مؤذية جدا. فربنا يهديهم يعني ويبارك فيهم. وكانت مرة وعدت، مش هيعملوها تاني ان شاء الله، لان انا قلت لهم مش هتعملوها تاني يا بنات. هي كانت مرة وخلاص على كده. والصواريخ برضو فرقعوا صاروخين كده وخلاص، ما جابوش تاني. هيخلصوا بقى لعب وبعدين كده نخش على السحور. وطبعا السحور كالعادة فول وجبن، وكان عندي تفاح، خرطت تفاح وبطاطس مهروسة وبطاطس مقلية
وسلطة وكمان زيتون، وسخنا العيش بتاعنا، واشوفكم بقى على خير ومع السلامة.